اول ما قال الجمله دي سمعنا صوت الخبط رجع تاني، لكن المره دي كان من جوه المكتب نفسه. بصيت ببطء ناحيه الدولاب الحديدي اللي كان ورا عم سعيد، والخبط كان جاي من جواه. ساعتها عم سعيد وشه اتغير تماما وقال مستحيل، وقبل ما يتحرك عم سعيد باب الدولاب اتفتح لوحده بعنف، والحاجه اللي كانت مستخبيه جواه خرجت بسرعه مرعبه. عمري ما كنت اتخيل ان الشغلانه اللي تخليني اسيب بلد واسافر تكون شغل في مشرحه. انا اسمي عمر، شاب عادي جدا زي ملايين الشباب اللي اتخرجوا وكانوا فاكرين ان الشهاده هتفتح لهم باب الحياه، لكن اللي حصل كان العكس. بعد ما اتخرجت اكتشفت ان الواقع اقسى بكتير من اللي انا كنت متخيله. كل يوم انزل ادور على شغل، مكاتب، شركات، مصانع، اي حاجه، وفي كل مره ارجع بنفس الجمله: احنا هنكلمك. بس طبعا عمرهم ما كانوا بيكلموني، ومع الوقت بدات احس ان انا حمل على اهلي. ابويا راجل كبير تعب طول عمره عشاني، ورغم سنه كان برضه لسه بيشتغل علشان البيت يمشي. وام ست كبيره كانت دايما تطمني، لكن كنت دايما اشوف الخوف في عينيها. الخوف ده ما كانش من اي حاجه، ده كان خوف من المستقبل. وفي ليله كنت قاعد لوحدي في البلكونه والشارع هادي بشكل يخنق. ساعتها موبايلي رن، وكان صاحبي القديم، صاحبي اسمه محمود. رديت عليه وانا مخنوق وقلت له ازيك يا محمود، عامل ايه؟ فقال لي يا عمرو وانت لسه بتدور على شغل؟ ضحكت وقتها ضحكه كلها قهر وقلت له هو في شغل اصلا يا عم محمود؟ بص يا عمرو، هو انت قدامك فرصه في الخليج. بجد؟ فرصه شغل يعني ولا ايه؟ ايوه، المرتب كويس جدا وكمان السكن عليهم. حسيت لاول مره ان ربنا فتحها في وشي، لكن بعدها قال لي الجمله اللي خلتني اسكت: بس الشغل يا عمرو ده غريب شويه. انا سكت فجاه وقلت له شغل ايه اللي غريب؟ مش فاهم. سكت ثواني وقال لي شغل في مشرحه. افتكر ان وقتها حسيت ببروده غريبه في جسمي وقلت له مشرحه؟ انا عمري حتى ما دخلت مستشفى كبيره هتخليني اشتغل وسط الموتى. لكن لما بصيت وقتها على ابويا وهو نايم من التعب على الكنبه وافقت فورا. وبعد اسبوع واحد بس كنت واقف قدام مشرحة قديمة في إحدى دول الخليج. مكان كان بعيد عن المدينة بشكل غريب، شارع فاضي وإضاءة غريبة، وحتى الهدوء يخليك تسمع صوت نفسك. حتى الهوا كمان هناك كان تقيل. أول ما دخلت المشرحة حسيت إن درجة الحرارة أقل من الطبيعي بكتير. ريحة مطهرات قوية جدا مربوطة بريحة غريبة معدنية كده. قابلني ساعتها راجل كبير اسمه سعيد، كان باين عليه الإرهاق وعينيه كان شكلها مرعب شوية، كأنه بقاله سنين ما بينامش. عم سعيد بدأ يقرب عليا وسلم عليا وقال لي يا عمرو انت هتمسك معانا ان شاء الله النوبه الليليه. سالت عم سعيد وقتها طيب عم سعيد النوبه طيب دي من كام لكام؟ قال لي من 6 المغرب لحد 6 الصبح، 12 ساعه كامله وسط الموتى. بلعت ريقي وقتها وحاولت ابان ثابت، وبدا ساعتها يشرح لي الشغل. قال لي وقتها يا ابني اي جثه تيجي نستلمها ونكتب بياناتها وندخلها المشرحه لحد الصبح. الكلام كان عادي، لكن المكان نفسه ما كانش مريح. الممرات طويله بشكل مستفز، والنور كان بيطفي ويشتغل كل شويه. صوت أجهزة التبريد كان عمال يزن زنة مستمرة. وأنا ماشي في المشرحة لاحظت باب معدني كبير في آخر الممر. كان موجود على الباب ده وقتها رقم 12، والغريب إن الباب ده بالذات كان مختلف عن باقي التلاجات، كان قديم وعليه خدوش كتير. وقفت وبصيت له شوية وحسيت وقتها إن المكان حوالين المكان ده أبرد. سألت عم سعيد وقتها عم سعيد إيه التلاجة دي؟ عم سعيد وقف مكانه لحظة ولفلي وبصلي بنظرة ضايقتني شوية، وبعدين قال لي بحدة مالكش دعوة بالمكان ده. الرد كان غريب لدرجة ان انا ما سألتش تاني. عدى الوقت ببطء والساعة قربت على 2 بعد نص الليل، وعم سعيد دخل أوضة صغيرة يرتاح شوية وسابني ماسك النوبة. واقسم بالله دي اكتر لحظة حسيت ان انا فيها لوحدي في حياتي. المكان كان هادي بشكل مرعب لدرجة ان انا كنت سامع صوت عقارب الساعة، وفجأة تليفون المكتب رن. اتخضيت ورديت بسرعه، وكان في صوت من الاسعاف قال في حاله جايه لكم استعدوا للاستلام. قفلت السكه وبدا قلبي يدق بسرعه. انا معرفش وقتها كان بيدق ليه بالسرعه دي. انا قاعد في مشرحه، مكان عادي يعني، مكان اموات، معروف انه مكان للاموات، لكن برضو دي اول جثه هستلمها لوحدي. بعد 10 دقايق تقريبا وصلت لي وقتها عربيه الاسعاف. نزل منها مسعف طويل ووشه نحيف وشكله مرعب بشكل غريب. كان ساكت جدا وبصلي، وبعد كده راح للعربيه من ورا وفتح باب العربيه الخلفي، وشفت الجثه. راجل في الاربعينات تقريبا، جسمه كله متغطي وما كانش باين غير حته بسيطه جدا من وشه. المسعف قال لي وقتها بصوت هادي خد يا ابني الجثه دي استلمها، دي حادثه طريق. هزيت راسي ومسكت السرير المتحرك وبدات ادخل الجثه لممر طويل مؤدي لتلاجات المشرحه. كل ما كنت اقرب من التلاجه الجو كان بيبرد اكتر وصوت الزنه كمان بيعلى، وفجاه
السرير اتهز بعنف تحت ايدي. وقفت مكاني مفزوع، وفي نفس اللحظة الغطا اتحرك شوية من على وش الميت. بصيت للميت بصة، وساعتها الدم اتجمد في عروقي، لان وشه كان نفس وش المسعف اللي سلمني الجثة من دقايق. فضلت باصص على وش الجثة وانا حاسس ان نفسي بيتسحب مني، نفس الملامح، نفس العيون، نفس الدقن الخفيفة، هو نفس المسعف اللي كان واقف قدامي من دقايق. لفت بسرعة ابص ورايا علشان اشوفه، لكن المكان كان فاضي. عربية الاسعاف اختفت، والشارع بره كان ساكت بشكل مرعب، وحسيت ببرودة ماشية في ظهري. مسكت السرير بسرعة وبدأت اجري بيه ناحية التلاجة. وقتها ما كنتش بفكر، كل اللي كنت عاوزه ان اخلص من الجثة دي باسرع وقت. فتحت التلاجة ودخلت وقفلتها بسرعة لدرجة ان ايدي كانت بتترعش. وبعدها جريت على اوضة سعيد وخبطت الباب بعنف. سعيد قام مفزوع وقال لي في ايه؟ قلت له وانا حرفيا بهنج الجثة اللي جت دلوقتي وشها نفس وش المسعف. سعيد سكت فجأة واللون اتسحب من وشه. بصلي كام ثانية من غير ما يتكلم، وبعدها قام بسرعة وقال لي انت دخلتها تلاجة كام؟ قلت له وقتها الرقم. فبصلي بطريقة خوفتني اكتر وخرج يجري في الممر وانا وراه. اول ما وصلنا التلاجة فتحتها بسرعة، وساعتها جسمي كله تلج. التلاجة كانت فاضية والجثة اختفت. وقفت مكاني وانا حاسس ان رجليا مش شايلاني. قلت له بصوت مكسور مستحيل، انا حاططها بايدي. سعيد فضل ساكت، وبعدين قفل باب التلاجة بهدوء غريب وبصلي وقال لي اسمع الكلام اللي اقوله لك وما تسألش كتير. حسيت وقتها ان الموضوع اكبر بكتير من مجرد جثة اختفت. سعيد اخدني المكتب وقفلوا علينا وقعد يولع سيجارة وايده بتترعش. وبعدها قال لي انت عارف ليه المشرحة دي دايما بيحبوا ناس بيشتغلوا فيها من بره البلد؟ هزت راسي بمعنى لا. فقال لي علشان محدش من هنا بيرضى يكمل فيها. سألته بخوف طب ليه؟ سكت شوية وقال علشان اللي بيدخل التلاجة رقم 12 مش دايما بيفضل ميت. اول ما سمعت الجملة حسيت ان قلبي وقف. ضحكت وقتها ضحكة خوف وقلت له هو انت بتهزر صح؟ لكنه ما ضحكش، بالعكس كان باصص لي بجدية مرعبة. قال لي في حاجات يا ابني هنا بتحصل من سنين، وكل اللي اشتغلوا قبلنا شافوا حاجات عمرهم ما نسوها ولا حتى يا ابني هينسوها. قبل ما اتكلم سمعنا صوت فجأة خبط معدني جاي من آخر الممر. كان صوت قوي كأن حد بيخبط من جوه التلاجة. أنا وعم سعيد وقتها بصينا لبعض والخبطة اتكررت تاني. المرة دي كانت أقوى، ولقيت عم سعيد فجأة قام من مكانه وفتح درج مكتبة وطلع منه مفتاح قديم. وقتها سألته وأنا مرعوب ايه المفتاح ده يا عم سعيد؟ ساعتها مردش عليا وبدأ يمشي ناحية الممر، وانا كنت ماشي وراه بالعافيه. وكل خطوه كنت حاسس ان المكان بيبرد اكتر، لحد ما وقفنا قدام التلاجة رقم 12. الخبط كان جاي من جواها فعلا. عم سعيد بدأ يقرب بايده اللي كانت بترعش ناحيه التلاجة، وفجأة الصوت وقف مره واحده. ساعتها المكان كله سكت لدرجه ان انا كنت سامع صوت نفسي. وبعدين من ورا الباب المعدني سمعنا صوت نفس بطيء جدا، كأنه وقتها حد فعلا كان جوه التلاجة وبيتنفس. اتجمدت مكاني اول ما سمعت صوت النفس اللي جاي من جوه. كان بطيء وتقيل، كأن شخص واقف في الضلمة قريب جدا من الباب. ساعة وقتها كان باين عليه الرعب لأول مرة، رغم اني من ساعة ما دخلت المكان وهو بيحاول يبان هادي، لكن المرة دي كان بيتنفس بسرعة وايده بتترعش وهو ماسك المفتاح. بصلي وقال لي بصوت واطي لو الباب اتفتح ما تبصش جوه على طول. سألته وانا حرفيا حاسس ان رجلي مش شايلاني طب ايه اللي جوه يا عم سعيد؟ لكنه ما ردش عليا وقرب المفتاح من القفل. وفي اللحظة دي بالذات سمعنا صوت جري سريع جدا جاي في اخر الممر، صوت خطوات بتخبط في الارض بقوة. لفينا بسرعة لكن الممر كان فاضي، النور كان بيطفي ويشتغل، والزنة اللي في المكان بقت اعلى. وفجأة كل الانوار قطعت، المكان بقى ضلمة بالكامل. وانا وقتها حسيت انه قلبي هيقف. سمعت سعيد بيقول بصوت متوتر ما تتحركش، لكن في نفس اللحظة سمعت صوت باب حديد بيفتح ببطء، صوت طويل مرعب. وبعدها صوت حاجة بتمشي في الممر، مشي بطيء وتقيل كأن شخص بيسحب رجله وراه. حاولت اطلع موبايلي وانور الكشاف وايدي كانت بتترعش بشكل مش طبيعي. اول ما النور اشتغل شفت حاجة كنت اتمنى انها ما اشوفهاش. المسعف، نفس الشخص اللي سلمني الجثة، كان واقف في اخر الممر، لكن المرة دي شكله كان مختلف. جلده شاحب بشكل مرعب وعينه واسعة بطريقة مش طبيعية. كان واقف بيبصلي من غير ما يرمش. فانا اتجمدت مكاني وساعد صرخ فيا اطفى النور، اطفى النور فورا.
قفلت الكشاف بسرعة وبعدها سمعنا صوت جري ناحيتنا. سعيد مسكني من دراعي وجرينا ناحية المكتب. أنا حرفيا كنت حاسس إن الحاجة دي ورايا مباشرة. دخلنا المكتب وقفلنا بسرعة وفي نفس الثانية سمعنا خبط غريب على الباب خلى الحيطة كلها تتهز. سعيد وقع على الأرض من الرعب وأنا كنت باصص على الباب مش قادر أتنفس. بعدها الصوت وقف فجأة، لا خطوات ولا نفس ولا أي حاجة. فضلنا ساكتين لمدة دقيقة وبعدين ساعتها بصلي عم سعيد وقال لي لازم تفهم، لازم يا ابني تعرف الحقيقة علشان تفهم. قعد ساعتها وهو بيتنفس بالعافية وبدأ يحكي لي الحقيقة. من سنين يا ابني كانت في حادثة كبيرة جدا على طريق الصحراوي في طريق المشرحة. عربية إسعاف اتقلبت ومات كل اللي فيها، لكن من ساعتها بدأت تحصل حاجات غريبة. أي جثة بتيجي بالليل بتختفي، وأحيانا الناس تسمع أصوات في التلاجات. لكن أكتر حاجة مرعبة إن المسعف السواق اللي مات جوه الإسعاف كان بيبان في المشرحة كل فترة. سألت ساعتها عم سعيد بخوف يعني اللي أنا شفته ده طب مش إنسان؟ ساعتها عم سعيد هز راسه ببطء وقال لي يا ابني اللي بيدخل التلاجة رقم 12 ده ما بيطلعش طبيعي. أول ما قال الجملة دي سمعنا صوت الخبط رجع تاني، لكن المرة دي كان من جوه المكتب نفسه. بصيت ببطء ناحية الدولاب الحديدي اللي كان ورا عم سعيد والخبط كان جاي من جواه. ساعتها عم سعيد وشه اتغير تماما وقال مستحيل. وقبل ما يتحرك عم سعيد باب الدولاب فتح لوحده بعنف، والحاجة اللي كانت مستخبية جواه خرجت بسرعة مرعبة. أنا ما قدرتش غير أشوف وش شاحب وعينين سودا. وبعدها عم سعيد صرخ صرخة عمري ما أنساها. جريت ناحية الباب وخرجت أجري في الممر وأنا كمان سامع صوت الجري ورايا. الأنوار كانت بتطفي وتشتغل وكل التلاجات حواليا كانت بتتخبط كأن اللي جواها بيحاول يخرج. وصلت الباب المشرحة الرئيسي وقعدت أحاول أفتحه بإيدي، ولما الباب اتفتح أخيرا بدأت أجري في الشارع وأنا مش حاسس بنفسي. فضلت أجري لحد ما وصلت للطريق الرئيسي وساعتها أخدت تاكسي للبيت اللي أنا مأجره. رحت البيت لميت حاجاتي وقررت إن أنا أعمل على طول تذكرة طيران واسافر بلدي على طول. ومن وقتها وبعد ما رجعت البلد قررت ان انا ما اشتغلش في مشرحة تاني للابد، لان اللي انا شفته قبل ما اسافر في الطيارة حاجة تخليني ما اقربش من البلد دي تاني ولا حتى المشرحة. المسعف اللي انا شفته في المشرحة اللي قلتلكوا عليه كان واقف وعمال يبتسم لي. فأنا بنصح أي حد بيخاف من أماكن الموت أو أماكن المشرحة عموما ما يروحش ناحية الحاجات دي تماما. ويمكن اللي أنا شفته ده كان تخيلات من القصص اللي أنا بسمعها. وبكده تكون قصة النهاردة خلصت. يا رب تكون نالت إعجابكم ويا رب نكون ما رعبناكمش يعني المرة دي. أتمنى تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتدوا لايك للفيديو عشان ما تنسوش، لأن إحنا بنتعب في المحتوى جدا. أشوفكم في قصة جديدة على خيرة الله والسلام عليكم.